ألم يقل رسول الله لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإن الله سيفتح القلعة على يديه؟ أجل يا علي، أقسم بالله إن الأمر كذلك. أحسنت أيها البطل. قلق من محمد يا حارث؟ انظر إلى تصرفه اليوم، يقف مع الجند وحيدا والراية في يده. لا تقلق، هذه القلعة تختلف عن القلاع الأخرى، فنحن أكثر كفاءة من جند محمد من عدة نواحي. لكنهم استولوا على 5 من قلاعنا. هذه كل قوة محمد التي تراها. نحن 8 أضعاف قوته، مع السيوف والرماح والنبال، وأمل كبير أيضا. ومع كل ذلك فما زال سيف مرحب في غمده. أخبرني، هل ظهر منافس لي ولمرحب حتى الآن؟ يا حارث، لقد شاركت في الكثير من الحروب، وقد طرحت الكثير من الجنود أرضا، والآن فإن أنظار الشعب اليهودي مشدودة نحوك. أين هو علي؟ لا أرى عليا. إن عليا ليس في وسط الجند، رأيته مرة وهو يخبز الخبز للجنود يا رسول الله. ألم يكن هنالك من يصنع الخبز للجند غيرك؟ لقد أرسل رسول الله في طلبك. إن قلعة الخيبريين المتعالية تنادي باسمك. إن محمدا قد أرسل في طلب علي. أجل علي ابن أبي طالب. علي بن أبي طالب. أقسمت عليكم بالله، ألم يقل رسول الله صبيحة ذلك اليوم ائتوني بعلي؟ وقد أتيت في خدمته برغم رمد عيني. عزيزي علي، هذه القلعة ما زالت قائمة. خذ ما شئت من إخوانك الجنود معك وافتح باب هذه القلعة. دعواتنا لك بالنصر. يا رب، إن هذه الأيدي تطلب منك النصر، فلا تردها خائبة. يا حارث، ألم تكن تطلب مبارزا؟ ها أنا ذا، علي بن أبي طالب، ربيب محمد رسول الله.
اسمع يا ابن أبي طالب، لقد اختارت أمتي اسما آخر لي. أنا هو الموت، وأنا هو حبل الإلفة ما بين الأرض والسماء. من ذاك الذي سيقف أمام سيفي ورمحي؟ سمعت خطابك يا حارث. هل من سبيل آخر غير السيف؟ سأخبرك بما هو صلاحك مجددا يا حارث. نحن أقرب إليكم من أهل مكة الذين يغررون بكم من سلالة واحدة، وديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم. اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وألا تهرب من أمامي مثل قومك. اهدأ يا حارث، فنحن جيران جيدون في الدين، فلا تتعجل العداوة معنا بهذه السرعة. جرد سيفك يا ابن أبي طالب، جرد سيفك. تقدم إلي يا ابن أبي طالب، هيا تقدم. ومصيبتاه يا حارث! عودوا إلى داخل القلعة، أسرعوا. إلى أين تهربون؟ ابقوا في أماكنكم، لا تهربوا، ابقوا. عودوا وأحضروا الحارث إلى هنا. ثم مسح النبي على عيني فشفيت. أعطاني الراية بيدي ومن ثم هجمت، فصرعت مرحب والحارث الخيبري، واقتلعت بوابة القلعة من مكانها، وفتحت الطريق أمام المسلمين. كلامك صحيح يا علي، حصل ذلك.